طلبت من جوزي تين شوكي، جابهولي بقشره وقال لي اتصرفي. اول حاجه عملتها حطيته في ميه متلجه علشان الشوك يشرب ميه ويفك من القشره واقدر امسكه عادي. بس تعالوا اقول لكم معلومه غريبه قوي عرفتها عن التين الشوكي. من مئات السنين كان في شعب قديم عايش في امريكا الجنوبيه اسمه الازتك. الشعب ده كان بيدور على مكان يبنوا فيه عاصمتهم، وكانت عندهم اسطوره شعبيه بتقول انهم يبنوا ارضهم في المكان اللي هيلاقوا فيه نسر واقف فوق نبته تين شوكي وبياكل تعبان. وبعد بحث طويل شافوا المشهد ده بالظبط على جزيرة في بحيرة، وبنوا عاصمتهم هناك اللي هي مكسيكو سيتي حاليا. ومن يومها والمشهد ده اتحول لرمز مرسوم في نص العالم المكسيكي لحد يومنا الحالي. بعيدا عن اساطير المكسيك، تين الشوكي ده مليان ميه والياف بتساعد على الهضم، وفيه نسبة فيتامين سي عالية جدا والمغنيسيوم، وكمان سعراته قليلة، يعني الفاكهة المثالية للحر. المهم اني قلت اجرب الترند بتاع عصير التين الشوكي باللبن وانا بحكي، وطلع طعمه تاني اوحش حاجه بعد اكل مالي اليتيم. تجربوهوش، اوعوا تجربوه. السلام عليكم. طلبت من جوزي تين شوكي، جابهولي بقشره وقال لي اتصرفي. اول حاجه عملتها حطيته في ميه متلجه علشان الشوك يشرب ميه ويفك من القشره واقدر امسكه عادي. بس تعالوا اقول لكم معلومه غريبه قوي عرفتها عن التين الشوكي. من مئات السنين كان في شعب قديم عايش في امريكا الجنوبيه اسمه الازتك. الشعب ده كان بيدور على مكان يبنوا فيه عاصمتهم، وكانت عندهم اسطوره شعبيه بتقول انهم يبنوا ارضهم في المكان اللي هيلاقوا فيه نسر واقف فوق نبته تين شوكي وبياكل تعبان. وبعد بحث طويل شافوا المشهد ده بالظبط على جزيره في بحيره، وبنوا عاصمتهم هناك اللي هي مكسيكو سيتي حاليا. ومن يومها والمشهد ده اتحول لرمز مرسوم في نص العالم المكسيكي لحد يومنا الحالي. بعيدا عن اساطير المكسيك، تين الشوكي ده مليان ميه والياف بتساعد على الهضم، وفيه نسبه فيتامين سي عاليه جدا والمغنيسيوم، وكمان سعراته قليله، يعني الفاكهه المثاليه للحر. المهم اني قلت اجرب الترند بتاع عصير التين الشوكي باللبن وانا بحكي، وطلع طعمه تاني اوحش حاجه بعد اكل مالي اليتيم. تجربوهوش، اوعوا تجربوه. السلام عليكم.